نتعرف عليك. احمد. بص بالكاميرا يا احمد. نتعرف عليك. خالد. يا احمد، ذكرياتك ايه مع خريف العيد بقى؟ يعني مثلا لو هو مثلا اول حاجه مثلا انا بحبه وحاجه حلوه في نفس الوقت بتدي فرحه. تمام. فذكرياتي بقى اللي هو كده فاهم. فقبل كده حصل موقف منه. موقف، بس احنا عايزين نعرف الموقف بقى. تمام. كنت قاعد مثلا كان قاعد جنبه. تمام. فضربني برجله. تمام. بعد كده برضه مرة تاني كان في خروف كنت راكب كان بيناقش معاك خريف العيد. كان بيناقش تمام. فقبل كده برضه ضربني براسه. انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. وانت بقى ذكرياتك، تعالى بقى احكي لنا على ذكرياتك مع خروف العيد. مرة كنت كان خروف في الأوضة، فأنا داخل عشان أشربه وأكله. في الاوضه داخل تشرب. فالأوضة صغيرة، فالباب راح اتقفل. اتقفل علينا الخروف. الخروف شافني من هنا زاجني من هنا على طول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. تقول لي بقى للناس السنه دي، كل سنة لاصحابك. كل سنة وانتم طيبين، وعيد جميل سعيد عليكم ان شاء الله. تاكل لحمه؟ كل لحمة. هتقول ايه للناس في العيد؟ اصحابك تقول لهم ايه؟ حابب أقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا إخواتي. بما اننا احنا على ابواب عيد الاضحى، قول لي موقف معاك من الطفوله او من الكبر مع خروف العيد. كده وانا صغير كنت اسمه كنا هنذبح خروف، فهو طال منينا في الشارع وقعدنا نطير وراه، وانا ماشي راح نطحنا، وبعدها رحت المستشفى وبتاع وخيطت وبس. الله اكبر عليك. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ تمام. طيب بالنسبه لك اجواء عيد الاضحى ايه هي؟ عباره عن ايه عندك في البيت او الروتين بتاعك في البيت عن اجواء عيد الاضحى؟ هاكل وانام بس. تمام. هتعرف بحضرتك؟ عمار محمد. اهلا وسهلا يا عمار. بما ان احنا على ابواب عيد الاضحى، مواقفك مع خروف العيد ايه؟ مش فاكر بصراحة. مرة قبل كده كنا بنجيبه ونطلعه في الأسانسير فطار مننا. تمام. طلع على السلم فنزلنا وراه لحد ما نجيبه ودخل شقة، بس بعدها جبناه يعني. تعرف بيك؟ انس عمر. اهلا بيك. قولي لي عن مواقف بتحصل معاكم خروف العيد، ذكريات خروف العيد معاكم. يعني بنذبح العيد فاحنا بنحط الدفع. وانت؟ خرفان طلع دم ويتصفر. طب ماشي، انت ايه الموقف معاك؟ يعني انت لما بابا جاب الخروف، ما حصلش معاك موقف مع الخروف؟ لا حصل. ايه؟ ورايا. طار وراك؟ طب حلو. انت عملت له ايه عشان يجري وراك؟ قعدت اجرب فيه. تجرب فيه؟ طب وانت موقف معاكي مع الخروف؟ احنا كنا كلنا يعني بنعمل في الخروف برضه طار ورانا كلنا، يعني كنا كلنا. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. كلكم؟ انت طيب سميتي قبل كده خروف او يعني اديتي له اسم؟ كان ليكي تعلق بالخرفان؟ لا مش يعني مش قوي. بتشوفيه بس ليله العيد؟ الفيديو ده ل100,000 لايك. هنستناكم. تابعونا. تابعونا.